اليوم جانا فريق مغربي قاعد يشرف فينا. هذا الطبال من تونس اسمه فتحي اليهودي، دابا تعرفوا علاش قلت له يهودي. باش تخرج الشارع تبات في الشارع باش تتفرج في المغرب، لانه وقت انتصار المغرب هو انتصار لينا. نرفع راسي انا. ارفع ترنتك، اش دخلك في المغرب؟ انت ما كتحملنا وحنا ما كنحملوكش. يقولوا لنا كي تسافر لبرا في البلدان الغربيه وغيرهم عرب. يا سيدي بفضل انتصار المغرب عرب تولي لغه اخرى المغرب. لاني انا البارح ما تحدثتش على انتصار الفريق المغربي. متعلق على الانتصار وعلى هذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي، ومش فوز بس، لعبا ونتيجه. يعطيك الصحه. السؤال هذا باش نجاوب عليه. تفرجنا وعلقنا على مقابله المغرب والبرازيل، وماذا قلنا وماذا قال العالم؟ المغرب كان البرازيل، صحيح ولا؟ صحيح. تفرجنا في مقابله المغرب وهولندا، ماذا قال العالم؟ مش احنا، خاطر ربما ماناش موضوعيين. انتم حسادين، قلوبكم غل وحقد. المغرب هي هولندا لعبت بنظام هولندا ولا يلعب التالي استحواذ 70-30. احنا بينما الفريق الهولندي معروف بالاستحواذ، بالكرة الشاملة. والآن نشوف الوجه الثاني لفتحي اليهودي. Candidat marocain, le président de la fédération marocaine, Fawzi Lakja, a une influence. المترشح المغربي رئيس الاتحادية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع لديه تأثير مريب وغير طبيعي على مستوى الكاف، فبمجرد تنظيم المغرب دون غيره للعديد من المنافسات فهذا يعني أن هناك تأثير كبير. ما يقوم به هذا الشخص يدعو إلى كثير من الحيرة والاستغراب والتساؤل. إنه يفعل كل شيء من أجل الحصول على كل شيء. لقد سمعتم ماذا يقول هذا الكلب؟ اذهب، المغرب لن يشرفك وأنت لن تشرفه. اذهب إلى زريبة الجزائر أيها الكلب اليهودي التونسي. طلع في تقرير في قناة الزريبة الجزائرية ينفث سمومه مثل الأفعى وينبح مثل الكلب في قناة الزريبة الجزائرية، ويأتي الآن ويطبل. اذهب أيها الكلب. شاهدوا تقرير كان حاضرا فيه في قناة الزريبة الجزائرية. بعد سنوات من محاولات الاختباء والتستر من الفضائح والفساد الذي يعيشه نظام المخزن، حان موعد انكشاف الحقائق واتضاح الرؤى حول مخاطر الطاعات والإدمان التي طالت جميع المجالات وأفسدت هيكلها وروحها، كما حدث في قطاع الرياضة الذي يرمز للنظافة والنقاوة والسلامة. لكن الأمر ليس كذلك في قطاع بارونه الأول فوزي لقجع أدمن بعض من مسؤوليها على أموال في الأساس موجهة إلى إطعام الشعب الجائع، لكنها وللأسف اتخذت طريق الرشوة وشراء الذمم فقط لكسب رضا مالكه. قصة وحقيقة ما قيل. رسالة إلى المدلولين الذين يستقبلون الخونة والحاسدين والطبالين بالتمر والحليب، ومن بينهم هذا التونسي فتحي اليهودي. فينك يا ولد القحبايا السينيغالي سحر الفوطة مشامشة، فينك يا ولد القحبايا الجزائري الكرغولي سحر الفوطة مشامشة، فينك يا ولد القحبايا المصري سحر الفوطة مشامشة، فينك يا فتحي اليهودي يا ولد القحبة سحر الفوطة مشامشة، فينك يا التونسي يا ولد القحبة خسرتي في كاس العالم، خسرتي في كاس العالم وما انتقدتيش التنظيم. علاش يا فتحي اليهودي القواد الجزائري التونسي الكرغولي المصري قوادي كلكم ولاد القحاب. لاش فينك يا الكرغولي ولد القحبة المصري هي فينك يا الكرغولي الولد القحبة الجزائري هي كاع ما بنتي ما انتقدتي كاس العالم يا ولد القحبة يا السينيغالي، فينك غبرتي وسكتي ما انتقدتي كاس العالم ولا تحكيم.